ماما طلعت بابا مش ربنا يسعدك. في ايه يا بابا؟ مالك مش مركز معايا كده ليه؟ معلش يا ماما بس زي ما تقولي كده عندي اجتماع في الجبهه بكره كده وبحضر لكلمه كده. الجبهه ايوه يا بابا يا جامد 20 سنه 20 سنه تدي وجبهه وما بقتش لغايه دلوقتي رئيس الجبهه. والله ما بقتش رئيس الجبهه. تريقه دي ولا ايه؟ لا يا بابا تريقه يا بابا؟ يا بابا يعني على فكره انا لو معايا من بكره الصبح ابقى رئيس الجبهه ابقى رئيس الجبهه بس انا احب اكون مع عمي عمك الشقه يا بابا انت هتقول لي قرارات يا دي. بالمناسبه صحيح انا كنت النهارده في اعتصام وانت اتصلت بيا عشان اجي ولسه الساعه ما جاتش 2 بالليل. صح يا ماما عندك حق ما انت كل يوم بقالك اسبوع بقى تجيبي الساعه 6 الصبح عشان البلد يا بابا. طبعا ايوه بابا شايله البلد على كتافك طبعا يا بابا. اعتصامات وضربات والله زي ما تقولي كده يا ماما يعني في واحد اتصل بيا بالتليفون وقال لي انه جاي عايز يتقدم لك عشان يخطبك. المهم الزواجي وش؟ شركه محمد محمود. بالنسبه لمحمد محمود مش متاكد يعني. لا لازم محمد محمود. يعني ما هو يعني كمان شباب بتوع اليومين دول زي كده يعني ضربات واعتصامات. زواجي يعني. وش طبعا. لازم ما يكونش اقل من بابا. طبعا يا طبيعي. يا بابا احنا لينا غيرك. يا علي لحد ما في الوقت ده يا علي يا ابني ومال هم متعودين على كده. انا اصحابي 2 في 6 رحت لهم الساعه 2 بالليل كانت الخطوبه بعد الفجر اتجوزت. يا عم انا مش قلقان من الموضوع ده. لا ما تقلقش ما دي اول مره يا عم. يلا عشان نخبط على الباب. يا ستر انت مستنيه حد؟ بابا مش العريس ولا ايه؟ افتح الخطه. شكلي كويس قوي ما لحقتش اغير. 100 يلا على الباب. من هنا. انت العريس. لا مش انا ده هو. يعني انت من اولها ولا ايه؟ يمكن معانا يا عمر هي ده انت جيت تشخص اللي نزل في العين. ماله ده؟ اتفضل حضرتك استنى انت لا يا عم. ايتها الجماهير العريضه ان جبهه الانقاذ هي الحل الاوحد بل هي السبيل الوحيد والامثل لمشكلاتنا الحاليه. ان جبهه الانقاذ هي العز واللحمه واكل الوز. الكميات السلكيه اللي كمان فيها دي. يا انت جايب لي اعطف اتفرج على الراجل ده وهو بيخطب. يا عم اسمع سفير يا عم. إن جبهة الإنقاذ هي السبيل الوحيد بل هي ينبوع المحبة بل هي وهي إن جبهة الإنقاذ هي ينبوع الحرية المصفى لآخر الله. تستاهل الدورة الشهرية. مالك بالتمام والتحية. تستاهل الدورة اسمع بقى اتفضل يا عم. وبهذا نكون قد علمنا أن جبهة الإنقاذ يا إخواني لا يا عمي جبهة الإنقاذ يا إخواني ضمن كده. جامد يا بابا جامد. لا مؤاخذة ما خدتش بالي بس زي ما تقولوا كده خدتني الكلام اصل بحضر كلمتين كده في الجبهة برضه. اتفضلوا انتوا نورتوني. اتفضلوا في الصالون. مش هسلم عليا ولا ايه؟ اتفضل نورتونا النهارده. ايه رايك في الجبهه؟ ايه رايك في الجبهه؟ الجبهه فل. الجبهه حلوه. احلى حاجه في البلد الجبهه. وانت اللي قاعد هناك انت ايه رايك في الجبهه؟ دول نضحك بسيطه بقى. معلش. انت قلت حاجه؟ لا ما قلتش حاجه. لا تعالى. انت قلت؟ نضحك بسيطه بقى. تعالى معلش. يا ابني ما تعرفش انت اصلا يا ابني استنى. الجبهه دي يا ابني امتداد لاشتراكيه عبد الناصر. الله. ايام ما الجنيه لسه كان بقيمته والقرش كان بيجيب تموين شهر بحاله. ايوه والله زي ما بقول لك. والله يا عم دلوقتي 5000 ما تجيبش يومين فول برضه في شرم الشيخ. الراجل جاي يتكلم صح على فكره. عشان اتجوزت امك ب 2 جنيه. هتجيب 10 جنيه وتجيب 100 جنيه بدل ايام ما كان في حريه بجد وديمقراطيه بجد. حريه يا عبد الله. الراجل ده بيتكلم صح برضه. كان الواحد يمشي ملبوط في الشارع ما حدش يقول له ده بتعمل ايه؟ ملبوط. اخر واحد شفته ملبوط عامل الراجل لما كان في الحمام سحبوه كده من الحمام. عمك
كلام انت تعرف ايه وانت تعرف ايه عن عبد الناصر انت عشان تتكلم؟ ده عم يا عمي ما مش كلام برضه اللي هو بيقوله ده. ماشي يا عم. عبد الناصر ده اللي كان عامل حلقه ايه وسط الناس وكان مخلي بلاد العالم كلها يحترموه. اللهم احترمونا احترام يا جدع كده الارض فيه احترمونا لغايه احنا مناطق متعدده. ايوه بس يا عم بقى اديني عم مقضيها كل دي مصر شوف لنا حاجه حلوه بقى. غلط والله ده زي حسن نجيب الشاي. لا لا الشاي هو مش الشاي نشرب شاي. لا احنا شاي احنا نشرب الشربات بعد ما نوفر وسيله. ربنا يكرمك ان شاء الله. تنورتونا النهارده. اتفضل ندخل في النتيجه. كلمه حظ الفرق. عم يا سعيد وسعيد انا هاخد ايد بنتك صور. ما طبعا انت كان جوه المستشفى الميدان العسكري ولا ايه؟ بس يلا خليها اشوف الصور اللي انت ما عملتش لسه خليها حاطط لسه ما عملتش واقول ان شاء الله مش هتفكر ايه ان شاء الله ده انت اللي جاي. ما حدش قال حاجه. استنى انت بس انا حسب كلامك بنبقى ايه برياليه. يا انت بريال يا انت بريال يا هو فعلا ريال فعلا زي ما قلنا لسه. راجل يعني محدش شاف حاجه بس بريال. لا راجل من ريال. ماشي يا ابني محدش شاف حاجه يعني على العموم يعني. كنتوا نورتونا النهارده. كنتوا ناس زي الفل والله. ناس زي الفل. طب ندخل بقى في الموضوع بقى كده نشرب شاي. الشاي هو مش شاي. لا اشوف صوابعي ولا مش صوابعي الاول. طيب ماشي نشوف. الراجل ده معفن ما يجيبلكش اكل ولا اي جنينه ولا اي اطلاق. بص يا ابني بقى احنا هسألك سؤالين كده عشان نشوف من الاول كده هتدخل ولا نجيب من الشباك عشان ها يا ابني راجل يا ابني راجل نسبة الراجل دي يعني بس يعني تجاوب على السؤال. ها يا حبيبي بقى رحت التحرير كم مرة؟ طلعت التحرير وقفت في محمد محمود. هو انا مش راجل يا عم يقول لي يا ابني لخص الاخر يا ابني طلعت كم مظاهرة. يا عمي انا عارف ده صاحبي وحبيبي ده مراجل على ايد النظام بتاعه والله على ايد عارفه اسمع الراجل اكيد كمان. ما دام بقى طلع كده قديم في النظام وزمر يبقى احنا لازم نتكلم. يبقى نشرب شاي. يا عم مش هجيب الغدا. نجيب الغدا. اهو بقى انتوا مالحين يا عم ولا بتشرب شاي؟ نورتونا والله. الأكل موصلة. الأكل. تعبت يا عم انا لسه بس ما عندي شيء. الأكل ده يا حبيبي بجد. الخيار. عسل ماما عسل. أنت خيار؟ وأنا خيار. كلنا هناخد خيار. ربنا يخليك. جبنا خيار البس. والله يا ابني أنت شرفتنا النهارده وأنت زي الحسن. أنا أول ما شفتك كده قلت أنت من الآخر. كل يا حبيبي كل خيار. كل. أنت غالي؟ كلنا ناكل. اتفضل يا حبيبي اتفضل. يا عم بقى وش الست دوله الجديد. الله يخليك. انا رايح كده وشوف موضوعاتك بشكل طبعا. يا ابني احنا مالناش طلبات. احنا بنشتري راجل. الكلمه دي بعديها تيجي طلبات زي الطين على دماغك معروف. استر يا رب استنى يا استنى. انت قلت لهم ايه من الناس اللي ما هم تعتبر كام قول لي الاول خدتني في توكه كده وراجل ايه ومش راجل ايه. قول لي الاول انت بتشتغل ايه؟ لو الراجل قول له بقى. لو الراجل قول له دي. بتتكلم يا ابني مالك يا ابني؟ يا عم والله الراجل اتجوز نفسك يمكن هيتجوز. والله يا عم شغلانه سيئه. ما دام شريكك مقفول عليك ما تتكسفش يا حبيبي. اختياره وتجيبوه. الحمد لله ان هو في زورك. الحمد لله. قول يا حبيبي قول ما تخافش. شغلانه شريكه ما فيهاش حاجه. عادي هو دكتور كويس. دكتور هندخل عينينا. دكتور. زي بعض الناس. لا دكتور قصير. خلي ربنا يعينك.
اقول لك كده؟ قصير والدكتور يعني بنت يعني قرف يعني جوزك وبعد الشهر بيشحات. طب نشوف نشوف ميته الاول وبعد كده نقرر. ماشي يا بابا. ماشي؟ ماشي. ماشي؟ يا بابا يا بابا دكتور. زي بعض. ماشي؟ ماشي. طلبات يا عم بقى. يا ابني احنا مالناش طلبات كتير. اتفضل. عشان من الاول والاخر كده احنا نشتري راجل بس طبعا.